سر السعادة في بيتك تعالى، وسط ناسك تعالى وافرح هنا، املأ قلبك أمان، هتملى المكان سعادة وهنا. السعادة في ايديك هتلاقيها لما تقدر تسيب تأثير كبير، فرحة متبسمة ومتقسمة على قلوب كتير على ميعاد. رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه انا وسعادة. قعدة رمضان حلوة يا جدعان، شهر الإحسان كله عباد. والناس بتقول ملناش غيره، بيهل علينا كده بخيره. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى، فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك، ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلو القعدة، طاولة ودومنة وكوتشينة. والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيد عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل لكم حلقه جميله جميله جميله. بس طبعا قبل ما نبدا الحلقه نقول السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه ربيع الاول، طبعا 12 ربيع مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. يا رب يهل علينا كلنا بالخير والفرح والهنا علينا كلنا يا رب، وعلى امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده حلقه جديده وحلقه جميله وحلقه مميزه وخفيفه ان شاء الله. طبعا مش عايزه اطول عليكم في الحلقه، عايزه تبقى حلقه كده ايه سريعه. النهارده هنعمل زيتون. طبعا كل سنه وانتم طيبين، ساعه ما يجي الزيتون نفتكر شهر رمضان. ربنا يهله علينا بالخير والفرح واليمن والبركات، وكل سنه وانتم طيبين ومتهانين ان شاء الله. معانا زيتون كميه، اي كميه انت عايزاها. انا النهارده هنخلي الزيتون. طب معانا ايه؟ معانا زيتون، معانا شطه، معانا ليمون، وطبعا معانا ده المكون اللي هيتحط عليه بس كده، ومعانا زيت. وهنقول لكم باقي الخطوات التانية. جبنا الزيتون، طب نعمله ازاي؟ في ناس ما بتحبش تشققه، بتحبه صحيح كده زي ما هو عادي، بس انا بحب اعمله كده. ممكن تعملها كمان ايه لو انت عايزه تعملي واحده وواحده اتنين، ماشي، ممكن 3 كمان. تمام، يبقى احنا كده عرفنا الزيتون هيتعمل ازاي. تمسكيه تغسليه وتنضفيه. بعد كده هنجيب ايه؟ هنجيب شطه الزيتون. الشطه دي مش التخينه دي. طب ايه الفرق بين دي ودي؟ دي مش هتعيش معاك، يعني ديت اخرها ممكن شهر وتلاقيها خلاص كده كده تمام عليها قوي. طب دي اللي بتقعد معاك بقى سنه وسنتين، ما يجرالهاش اي حاجه. طبعا حاميه جدا، هتروحي عند اي بتاع ليمون او بتاع زيتون هتلاقيها دي موجوده. يبقى احنا هنجيب الشطه دي مش دي. طيب معانا هنا ايه؟ معانا شطه برده حمراء وسبايسي حراقه، ومعانا فلفل احمر. ده المكون اللي هيتحط على الزيتون بس كده. ولا توم ولا خل ولا كرفس ولا اي حاجه. انا بعمل الزيتون بتاعي كده وبس. بيقعد 2 سنين مش سنه، اقسم بالله. كان عندي، انا ما جبتش السنه اللي فاتت لانه طبعا كان غالي جدا والاسعار كانت مبالغ فيها. كان عندي بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت، وقعد والله الاخر حبايه بطعم روعه. وطبعا اللي سمع الفيديو ده من قرايبي عارفين الزيتون طعمه ايه، مش هقول لكم كان بيتجننوا عليه. هنسمي بسم الله وهنبدا ونقول هنعمل ايه. طبعا احنا جهزنا الزيتون، غسلناه وشققناه، ومعانا الشطه ومعانا الليمون. طبعا هنقطع الفلفل ده مع الفلفل الاحمر ده في قلب الخلاط، وهنضربه معلقتين ملح. طبعا عشان بس الفيديو ما يطولش معاكم انا ضرباه. هتجيبي كميه من دي كويسه، يعني مثلا نص كيلو. لو كميه كبيره هيبقى مثلا كيلو شطه مع نص كيلو فلفل من ده، وتقطعيه. خدي الكميه اللي انت عايزاها. تملى ايه؟ تملى في بتاع شفشق. معانا اهم حاجه، هتاخدي مثلا نص كيلو شطه من ده،
على نص كيلو مثلا، او 10 قرون من ده، بس يكون حمرا وسبايس، تكون بتحرق مش بارده. تمام يا جماعه؟ يبقى احنا عرفنا الفرق بين الفلفل ده اللي هو بيتحط مع الزيتون ده، لا تخين ده لا ما ينفعش، ما بيقعدش. لكن شطه الزيتون معروفه كلنا عارفينها، تروح زي ما قلت عند بتاع الليمون او بتاع الزيتون هتلاقيها موجوده عنده، دي اللي هتجيبيها عشان تقعد معانا من السنه للسنه. ومعانا هنا الليمون ده، طبعا الليمون صحيح ما هوش مسلوق ولا حاجه، بس يكون اصفر، يعني يفضل يكون اصفر، لان هنقطعه ونعصره نحطه على وش البرطمان بتاع الزيتون. كده احنا خلصنا. وفي الاخر خالص هنحط عليه ايه؟ عليه شويه زيت على الوش عشان يمنع الهواء. مفيش اي افتكاسات ولا اي حاجه ولا الهواء، مفيش اكتر من كده. طب في ناس بتحب تحط خل، براحتك حطي، بس انا ما بحبش طعمه في الزيتون او اي مخلل، ولا كرفس ولا توم ولا اي حاجه خالص. هو ده بس، ميه وملح وشويه فلفل مضروبين في الخلاط مع شويه ملح على شويه شطه سبايسي وشكرا. نعمل ايه؟ هنجيب برطماننا ويلا عشان نعبي. اول حاجه البرطمان يكون نظيف، يعني ايه؟ يعني يكون مغسول، ولو جديد يبقى افضل. طب لو انا عندك اغسليه كويس ويكون نظيف ويكون ايه؟ متعقم، علشان ده هيتخزن فيه الزيتون. طيب اول حاجه هنعملها ايه؟ هنحط في الارضيه الشطه، والشطه بحطها صحيحه زي ما هي كده، مفيش فيها في الارض مش مقطعه. مثلا في ناس بتقطع، لا ما تقطعهاش، سيبيها صحيحه زي ما هي دي كده. اول حاجه هنحط شويه في القعر بتاع البرطمان او في ارضيه البرطمان زي ما احنا بنعمل كده. تمام اهو، حطينا شويه. وهنعمل ايه؟ نحط شويه زيتون اهو، نحط شويه من ده وشويه من ده. ماشي يا حبايب قلبي؟ طبعا رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى، فوانيس وزينة في الشارع، صوت المرارة اللي فيه. وبعد كده هتحدى ايه؟ المية وملح. هقول لكم هنعمل فيها ايه دلوقتي عشان تظبطي ملحك زي ما احنا ايه بنظبط كده. يبقى احنا نحط شوية من الشطة، شوية من الزيتون بس. واهم حاجة تتأكدي ان الشطة سليمة، مفيش فيها حاجة ضربة، مفيش فيها حاجة وحشة تستبعديها عشان ما تبورش معاكي المخلل بتاعك. ماشي يا حبيب قلبي؟ طيب اللي ما بيحبش بقى الشطه، والله هي بتدي طعم حلو للزيتون، ما انتش عايزه خلاص اعمليه ساده. وممكن تعملي تشكيله شطه على زيتون على ليمون، بس صدقوني انا ما حبيتهاش. تمام؟ ليه؟ خلاص ما استطعمتش الزيتون. الزيتون بيبقى بالشطه يا جماعه كده تحفه بجد، بيبقى جميل. والله جربوا الطريقه دي، وعلى فكره انا عاملاها على اليوتيوب من زمان، هي الطريقه بتاعتي انا ما بغيرهاش، طريقه ولا اروع من كده بجد. اللي هيجرب الزيتون ده ان شاء الله مش هيبطل يعمل. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك عشان تفعلوا زر الجرس عشان يجي لكم كل جديد من قناه اميره حسن. عايزاكم يا حبايب قلبي كده تشجعوني كده عشان استمر والقناه بتاعتي تشتغل كده وتبقى ايه؟ اعلى قناه معاكم وبيكم ان شاء الله حبايب قلبي. طيب انا هرص البرطمانات وارجع لكم عشان ما ناخدش وقت. خلاص يا حبايب قلبي، خلصنا تعبئه البرطمانات وظبطنا ايه الشطه مع الزيتون. طيب هنعمل ايه؟ هنيجي على الوش هنا كده، على الوش بصوا كده، الليمون ده هنقطعه اللي هو ده اهو، وحط كده. ليه؟ عشان ده بيمنع دخول الهواء للبرطمان، ما يخليش يعمل الريم اللي احنا مش بنحبه. اهو يبقى نقطع ليمون كتير لحد ما نقفل كده البرطمانات. طيب بعد كده ايه؟ زي ما قلت فلفل احمر زي ما قلت، فلفل احمر مع شطه. الشطه دي سبايسي، يتقطع. اعملي خلاط، املي شفشق الخلاط واضربيه في الملح بتاعك. طب ازاي اعرف اضرب الملح بتاعي؟ هاتي بيضه، تعالي بقى وانا هقول لك. هتجيبي بيضه زي دي كده، تمام؟ هتنزليها هنا في الميه دي. البيضه دي هتنزل تحت في القاع بتاع الصحن. هتفضلي تحطي وتقلبي بالراحه، هتفضلي تحطي الملح وتقلبي بايديك مش بمعلقه، اصل هتكسريها تزفر لك الدنيا. كنت بالراحه كده، اقعدي اعملي كده، هتيجي تبصي تلاقي البيضه قامت طالعه ايه على وش الميه. يبقى كده الملح بتاعك مظبوط. تمام.
هنعمل ايه بقى؟ هندلق اللي احنا ضربناه في الخلاط اهو. اهو ده مضروب بملح، تمام يا بنات؟ مضروب بايه؟ بملح اهو. ما بحطش اي حاجه خالص، كله قدامكم اهوت، غير الشطه والفلفل الاحمر. وبعدين على فكره بتحرق، لازم تكون الشطه سبايسي وبتحرق. وهنملى ايه؟ البرطمانات. طب ما بنحطش ليمون، ما بنحطش توم، لا. ما بنحطش خل، لا. ما بنحطش كرفس، انا ما بحطش اي حاجه غير اللي انا حطيته قدامكم. والله العظيم قسما بالله ما بعمله غير كده. والله اللي بياكله بيقعد عندي، هو بيقعد بسم الله ما شاء الله بالسنتين. ان شاء الله لما اجي احدق الليمون باذن الله هوريه لكم برده، ماشي؟ طبعا وانت بتعملي البرطمان تهزيه، هز البرطمان وانت بتنزلي الميه اهو. بسم الله. ماشي يا حبايب قلبي؟ ان شاء الله ده يقعد عندك قد ايه؟ يقعد عندك سنتين باذن الله. بس العجيزي مش التفاحي يا بنات. لو التفاحي ده لو انت عايز تاكليه، طيب انا عايز اكله على طول بسرعه، ممكن تدقيه تكسريه، تمام؟ بيجي معاك بسرعه، ممكن خلال مثلا اسبوعين تاكلي منه. طيب انا كده مليت اول برطمان. طيب بس كده؟ لا مش كده. هنعمل ايه؟ ازاز الزيت اهو، بصوا كده، بصوا اهو، تمام؟ ادي اول واحد. نشوف التاني وتهزيه كده ايه. طب احنا بنحط الزيت ليه؟ علشان ما يعملش الماده اللي احنا بنقول عليها الريم، اللي احنا ما بنحبهاش في المخللات. هو بيعمل بيحبس الهواء، ما بيخليش الهواء يخش جوه البرطمان. اظن ما فيش اسهل ولا احلى من كده تخليل الزيتون. بصوا في ثانيه، في ثانيه ما شاء الله، حاجه سريعه. انا دايما قلت لكم القناه بتاعتي سهله وبسيطه، انا مش بحب اي تعقيدات يا جماعه. مش هخلص وارجع لكم دقيقه واحده. ده هيكفي وده مش هيكفي، مش هيكفي عامه اهو. هات. بسم الله الرحمن الرحيم. انا والله ما انا عايزه اجيب حط بقى معلقه ملح. وبكده يا حبايب قلبي زي ما قلت لكم اهوت، مفيش اسهل ولا اسرع من كده. طبعا حاطه زيت على، زي ما قلت كميه زيت تبقى كميه محترمه، عشان دي اللي بتمنع التعفن على وش البرطمان. وهنا نفس النظام اهيت. وبكده يا حبايب قلبي عملنا شويه زيتون يستاهل بقكم بجد بجد. مفيش احلى ولا اسرع من كده ولا اجمل من كده، ومفيش افتكاسات ولا اي حاجه. حاجات سهله وبسيطه، وهتعملي شويه زيتون بجد بجد تحفه. طبعا احنا بنروح نشتري الزيتون من المحلات او من السوبر ماركت، بنلاقيه الميه مفيش في الميه حاجه، بس دايما تلاقي طعم الخل ضاغي قوي على الزيتون. انا ما بحبوش بصراحه. ماشي يا حبايب قلبي؟ زي ما قلت التخزين بيحتاج الزيتون العجيزي مش التفاحي. ماشي يا حبايب قلبي؟ الحلقه بتاعتنا كانت سهله وبسيطه. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من قناه أميرة حسن. كل سنه وانتم طيبين ومتهنيين، ويا رب دايما الخير في بيوتكم مليان. وحابه بس انوه على حاجه، يعني اشتغلوا معايا على القناه شويه يا حبايب قلبي علشان القناه تكبر، ويعني تفاعلوا كده، تفاعلوا عشان تكبر بيكم ان شاء الله قناه أميرة حسن. دمتم في رعايه الله وامن، والسلام عليكم.